معاناة في بلاد الغربة وتمارة ديال بصح. هاد الكفاح كامل غادي يخرج لينا من بعد أسطورة غادي يتذكر التاريخ. 4 نوفمبر 1998 تزاد أشرف حكيمي في ضواحي مدريد وبالضبط في خطافي، من عائلة مغربية الأصل ديال الأب من واتزم والأم من القصر الكبير، الشي اللي غادي يخلي النجم ديالنا يتربى تحت جو مغربي 100%، مع كل من الأخ ديالو نبيل والأخت الصغيرة وداد. الطفولة الصراحة ما كانتش سهلة، فحلم الأم أنها تشوف أشرف شي نهار بطل عالمي في ألعاب القوى، وكذلك حب وعشق أشرف لكرة القدم. يعني بدات مسيرة حكيمي الكروية في عمر السابعة بفريق الحي كولونيا، ثم انضم عام 2006 وفي عمره 8 سنين إلى أكاديمية لا فابريكا تابعة لفريق ريال مدريد، وتدرج في هذا الأخير في مختلف الفئات ديالو لمدة 9 سنوات. سنة 2017 ضربة موجعة للفريق الملكي بإصابة الظهير كارفاخال خلت أشرف ياخذ الثقة والفرصة من عند المدرب زين الدين زيدان، فرصة اللي ما غاديش يضيعها أشرف بطبيعة الحال ويبين للعالم ميلاد نجم عالمي جديد. في الاب اللي كان كيقطع مسافة 100 كيلومتر من أجل أخذ أشرف إلى الأكاديمية يوميا من 4 ديال العشية ل 10 ديال الليل آلي روتور، هو دابا كيشوف الابن ديالو من أفضل وأغلى اللاعبين في العالم، كيشوف أشرف حكيمي.